بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يا بيبو يا حبيبنا، وحياة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبك ما تسيبنا. أنت لست من يتحجج بالمرض، هكذا نعرف عنك. من وأنت لاعب كنت تأخذ حقن كورتيزون لإسعاد الجماهير التي رأيتها بعينك في مباراة الوداع. مباراة اعتزالك كانت ليست جماهير الأهلي وحدها، بل جماهير مصر والعرب أجمعين الذي امتلأت بهم مثال القاهرة. وأقسم بالله وأنا وجماهيرك الحبيبة التي شهدت بدايتك كلاعب كانت تدعو من الله عز وجل أن تعتزل كرة القدم ونكون خارج البلاد وقتها، وقد كان، وكنا خارج مصر في الفترة من 83 حتى 90. عدنا بعد اعتزالك ولم نحضر يوم اعتزالك في مصر. بعد أن اعتزلت استبشرنا خيرا عندما تكفل صالح سليمان بك وختمها قبل رحيله، ورافقته في رحلة جائزة نادي القرن. بالرغم من النجاحات التي تحققها حسن حمدي مع صالح، وكان حسن حمدي مدير الكورة ونائب لصالح، وقاد الأهلي عدة سنوات أثناء فترة سفر عليك صالح خارج مصر، ولكن صالح لم يتنحى ولم يتخلى، وهو في شدة مرضه، عن مسؤوليته تجاه ناديه وجماهيره. ظل صامدا إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة هو رئيس للنادي. أخذك معه بهذه الرحلة ولم يأخذ حسن حمدي. عرفنا عنك أنك لعبت وأنت مصاب، وكنت تتحمل على نفسك لإسعاد جماهيرك. لم يكن تنحيك لمرضك يا بيبو، لا تتركنا حبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مرضك الذي جعلك تتنحى، هل هناك أسباب أخرى؟ كلنا نحن أحبائك، نحن أصحابك، نحن رفقائك الحلوة والمرة، الحلوة والمرة معاك. إننا نعرف أن الشاشات مليئة بالدمي والعرائس تنفذ أجندة كل مضمونها أنك فاشل إداريا، جاهل منها إداريا.